أهلا بكم. اليوم رح نغوص في رواية مثيرة جدا للجدل، وردت في مصادرنا. الرواية بتتكلم عن نجاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من محاولة اغتيال، ووصفت بأنها غير مسبوقة. فعلا القصة دي لافتة جدا. الحديث عن سرب ضخم، 64 طيارة مسيرة دفعة واحدة. 64 طيارة. أيوة، وهدف واحد محدد، هو بوتين نفسه، خلال زيارة لكورسك. خلينا نستعرض التفاصيل كما وردت. تمام. الرواية دي استثنائية وتستدعي وقفة. موسكو نفسها حسب التقارير دي هي اللي كشفت الموضوع، ووصفته بأنه كان على وشك يكون فخ دموي للرئيس. فخ دموي؟ تعبير قوي. جدا. والمصادر العسكرية اللي استندت عليها التقارير دي بتوصف الحادث بأنه مش مجرد هجوم عادي، لا، ده محاولة استهداف مباشر ومدروس بدقة لحياة الرئيس الروسي. استهداف مباشر ومدروس بدقة؟ ده كلام خطير. طبعاً. مجرد الكلام عن سيناريو زي ده، لو تفاصيله صحيحة زي ما وردت، بيفتح الباب لاحتمالات تصعيد كبيرة جداً. طيب، المصادر كمان بتدخل في تفاصيل المشهد نفسه، بتقول إن مروحية بوتين لقت نفسها فجأة وسط الهجوم ده. بالظبط، في قلب الهجوم الجوي الكثيف ده بالطائرات المسيرة. والطائرات دي الروايات بتنسبها لأوكرانيا. أيوة، حسب الروايات الواردة نسبت لأوكرانيا. والتوقيت كمان المصادر بتقول إن له دلالة، دي كانت أول زيارة لبوتين لكورسك بعد اللي وصفوه بتحريرها. صحيح، والزيارة شملت محطة كورسك للطاقة النووية ومقرات تانية. السؤال هنا، لو الرواية دي دقيقة، كيف تم التصدي ل 46 طيارة مرة واحدة؟ هنا بقى بتيجي الرواية اللي وصفت بالبطولية للدفاع الجوي. المصادر بتنقل تصريح لقائد فرقة الدفاع الجوي الفريق يوري داشكين. هو بيقول حسب المصادر دي إن قواته أسقطت كل الطيارات ال46 كلهم كلهم في لحظة واحدة؟ في اللحظة الحرجة زي ما قال، وأكد إن مراوحة الرئيس كانت هي الهدف المركزي، وقال إنهم أحبطوا العملية في الثواني الأخيرة. بس تفاصيل إسقاط العدد ده كله في وقت واحد مش واضحة قوي في التقارير دي، صح؟ مش واضحة تماماً، لكن الرسالة الأساسية في الرواية دي هي إن كارثة تم تجنبها بفارق بسيط جداً. وده بيوصلنا للسؤال الأهم اللي المصادر نفسها بتطرحه. هل الهجوم ده كان بناء على معلومات استخباراتية دقيقة؟ كانوا عارفين بوتين فين بالظبط؟ بالظبط. ودي النقطة المقلقة جداً للكرملين، زي ما التقارير بتعكس. المصادر بتقول إن المخابرات الروسية لسه ما حسمتش موضوع الخرق الاستخباراتي ده. مش متأكدين؟ مش متأكدين رسمياً حسب ما نقل، لكن طبيعة الهجوم المزعوم نفسه، حجمه، توقيته، تزامنه مع وجود الرئيس في مكان محدد، كل دي مؤشرات. التحليلات الواردة بتقول إنها بتوحي بمحاولة متعمدة ودقيقة لاستهدافه هو شخصياً. وده اللي بيخلي المصادر تتساءل بجدية، هل الحرب وصلت لمرحلة استهداف رأس الدولة الروسية مباشرة؟ تماماً. وإيه معنى ده المستقبل الصراع كله؟ ممكن يعيد رسم الخريطة بالكامل. إذن خلاصة الرواية اللي بتقدمها لنا المصادر دي هي عملية معقدة مخططة بعناية استهدفت بوتين شخصياً بسرب ضخم من المسيرات فوق كورسك، والدفاعات الروسية أحبطتها في آخر لحظة. دي الرواية الرسمية كما وردت في المصادر. بالظبط كده. والرواية دي بالشكل اللي اتقدمت بيه بتسيب سؤال كبير جدا بيتردد صداه، وهو سؤال المصادر نفسها ركزت عليه بوضوح وبيعكس قلق حقيقي. طيب، ماذا لو الدفاعات دي فشلت؟ فعلاً. ماذا لو طيارة واحدة بس أو أكتر قدرت توصل لهدفها؟ مجرد التفكير في الاحتمال ده مخيف. وهو ده مربط الفرس. التساؤل ده لوحده اللي التقارير دي بتطرحه كافي عشان نفهم حجم المخاطر والتداعيات المرعبة اللي كانت ممكن تحصل. طبعا ده كله لو صحت التفاصيل زي ما اتقالت، وده بيخلي الباب مفتوح لسيناريوهات مقلقة للمستقبل. صحيح، مجرد طرح السؤال ده في الرواية الرسمية له دلالات كثيرة. والنقطة الأخيرة اللي ممكن نفكر فيها بعد استعراض الروايات دي هي أبعد من الحادثة نفسها. الموضوع بيفتح كلام عن طبيعة الحرب الحديثة ودور التكنولوجيا زي أسراب المسيرات دي. إزاي بتغير قواعد اللعبة؟ بالظبط. وإمكانية الوصول لأهداف كانت زمان تعتبر مستحيلة أو محصنة جدا. هل إحنا فعلا دخلنا عصر جديد من الاستهدافات الدقيقة اللي ممكن تطول أي حد في أي مكان؟
ده السؤال الأكبر اللي بيفضل معانا بعد قراءة التقارير دي. يعني وصلتنا تقارير كتير الفترة الأخيرة ومقتطفات كده من الصحافة بترسم صورة مقلقة شوية في أوكرانيا. فعلا. الكلام داير عن مستقبل الدعم ومسار محادثات السلام اللي هي أصلاً متعثرة. خلينا نحاول نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط وأبعاد القلق ده وتأثيره ممكن يكون إيه. تماما. والقلق ده ليه أسبابه الواضحة جدا، يعني من اللي بنقرأه في كلام كتير عن تغيرات ممكن تحصل في سياسة الدعم الأمريكي تحديدا. أها. وده طبعا بيفتح أسئلة كبيرة عن قدرة أوكرانيا نفسها على الصمود وعلى التفاوض، خصوصا في ظل الوضع الميداني الصعب ده، وكمان الاستعدادات العسكرية اللي التقارير بتتوقعها. طيب، النقطة اللي يمكن عملت كل الضجة دي هي التهديد المنسوب لترامب بأنه ممكن يسحب الدعم الأمريكي وكمان ينسحب من محادثات السلام. يعني ده تقريباً محور القلق في كييف دلوقتي. بالظبط. والمشكلة الأكبر زي ما بتقول فاينانشال تايمز وغيرها، إن المخاوف السياسية دي جاية في نفس الوقت مع توقعات عسكرية خطيرة جدا. أها. التوقيت، يعني أيوة التوقيت. التقرير ده بالذات بيتكلم عن هجوم روسي متوقع، بيقولوا ممكن يكون واسع وكبير ومكثف خلال الصيف. الصيف ده؟ نعم، يعني مش مجرد هجوم عادي زي اللي فاتوا، لا ده هجوم ممكن فعلا يغير شكل الحرب تماما. فالقلق السياسي ده بتاع فقدان الدعم جاي في وقت يعني حرج جدا عسكريا. وضع صعب فعلاً. طيب، في وسط كل ده كان في أي محاولات دبلوماسية لتهدئة الأمور مثلاً؟ التقارير قالت إن أوكرانيا حاولت تضغط لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوم. إيه اللي حصل في دي؟ المعلومات اللي عندنا بتقول إن المحاولة دي يعني ما وصلتش لحاجة. ما كانش في أي صدى إيجابي من الجانب الروسي. مفيش استجابة؟ ما فيش أي إشارة لمرونة أو إنهم مستعدين يقدموا أي تنازلات في النقطة دي. والمحبط أكتر إن المفاوضين الأوكرانيين نفسهم حسب التقارير طلعوا من اجتماع كان قريب في تركيا بانطباع وحش جدا. إحباط يعني. بالظبط. وشعور إن السلام ده لسه بعيد قوي. الصورة العامة يعني هي إن المواقف متصلبة، خصوصاً من ناحية روسيا. يعني الطريق الدبلوماسي شبه مقفول حالياً، والخطر العسكري بيزيد، وقلق سياسي كبير بخصوص الدعم. الصورة كده تبدو بصراحة قاتمة بالنسبة لأوكرانيا. حالة عدم يقين رهيبة على كل الجبهات تقريباً. فعلاً. والجو المشحون ده هو اللي بيخلي أي إشارة حتى لو بسيطة لمخاطر أكبر، زي ما بعض التقارير لمحت كده على الهامش، بيخليها تكتسب وزن كبير. يعني مجرد الكلام عن تصعيد أوسع؟ أيوة، مجرد الكلام عن احتمالات زي دي حتى لو ما دخلوش في تفاصيل، ده لوحده بيعكس قد إيه في توتر وخوف من إن الأمور تخرج عن السيطرة. ده بيخلينا نتساءل، طيب الوضع الحالي ده هش قد إيه وقابل للاشتعال بسرعة قد إيه؟ تمام. إذن لو حبينا نلخص أهم النقاط اللي طلعنا بيها من المصادر دي، في قلق أوكراني كبير ومتصاعد، خصوصاً بسبب الشكوك حوالين استمرار الدعم الأمريكي. دي نقطة. لهدنة أو سلام متعثرة جداً ومش ماشية، والكل هناك مترقب بحذر شديد هجوم روسي صيفي بيقولوا ممكن يكون كبير وممكن يأثر جامد على مسار الحرب. وهنا ممكن نسيب سؤال للمستمعين يفكروا فيه، يعني مستلهم من كل ده. لما دولة تكون في نص الصراع زي ده، صراع وجودي، قد إيه صمودها وقدرتها على الحركة بيعتمد على الدعم الخارجي ده؟ وهل الدعم ده ثابت؟ سؤال مهم. وإلى أي درجة التقلبات السياسية اللي بتحصل جوه الدول اللي بتدعم دي ممكن فعلا تقلب الموازين كلها وتغير مصير الصراع ده؟ دي نقطة أعتقد محتاجة تفكير عميق.